مطلوب صنايعي خبرة. لا مؤاخذة يا اسطى، اعطاك دقيقة واحدة. اتفضل. هو حضرتك اللي كاتب مطلوب صنايعي خبرة؟ مظبوط حضرتك، ايوه انا اللي طالب صنايعي. حضرتك اشتغلت فين قبل كده؟ ده انا اشتغلت في الداخل والخارج، رحت استراليا وكوالالمبور واستونيا. انت تختار مين فيهم بقى؟ انا اختار الامانه، اهم حاجه عندي الامانه. ان كان كده الايام هتثبت لك ان انا امين. على كده بقى الوظيفه دي لايقه عليا بالظبط. هو انا مفيش كلام. ماشي حضرتك، من الساعه 2 الظهر لحد الساعه 12 بالليل، مظبوط. والراتب 5000 جنيه في الشهر. 5000 جنيه؟ يا ربنا يعمل بيتك يا اسطى. خلاص ان شاء الله بعد بكره تنزل معايا باذن الله. ليه بس ما تخليها بطنه يا اسطى؟ ممكن تنقذنا عشان دماغي وجعتني. يا حبيبي، لا مؤاخذه يا حبيبي، اتفقنا يا اسطى. ها عايز اجيب لك حاجه حلوه وانا جاي؟ نام يا حبيبي. اما الراجل ده غريب بس شكله طيب. احنا جينا انا وهو عند الحاجه عشان نشوف الدنيا ونشوفها زي ما انتوا طلبتوا. والله بص، انت عارف ان انا لما باجي عند الحاجه مامتك انا ببقى مبسوطه جدا وبستريح نفسيا ان انا ببقى موجوده هنا. انا ببقى مبسوطه انك يا بنت، وانا ببقى مبسوطه انك الواد ده خد احنا وانا حابه بيك يا ابني. تسلمي مش ديك احنا الواد يا اخويا، ما انا محلقانه اهو مصرحانه مخليها على سنتي ب 10. لا حلاوه ولا مبوظ له شعره خالص. تعالى شوف ايه. هو مفيش حاجه عاجباك قوي دي كده؟ ايه ده؟ في ايه؟ يعني انت عاجبك عرف الديك اللي عامله له ما تلخبطش بس اقعد في الديك لو ما سمحت. تلخبطش وانت ما تدفعش فلوس. بقول لك ايه، انا هاخده عند الحلاق اللي تحت ده، اظبط له شعره واخليه لك كده على سنجة 10. هتفرح قوي كده لما تشوف. لما نشوف. اعمل ايه فين؟ انا تمام، انت اخبارك ايه؟ ايش؟ بقول لك ايه، انا هنزل احلق للواد وبعد كده اطلع اقعد معاكي شويه ارجع عشان انت وحشاني قوي. وانت كمان. يلا يا حبيبي تعالى. بقول لك ايه، انا عايزه اظبط شعر الواد ده. يا مرحب يا مرحب، اهلا وسهلا، شرف في المحل. يا اخويا ما تقولش دوقت وشربت المحل من غير ما تشغلي المساحات دول، ولا انت من غيرهم مش هتعرف تقول حاجه. راجل نص كم صحيح. الا مين اللي هيحلق، حضرتك ولا حضرته؟ لا حضرتك مش شايفني؟ شايفك يا حبيبي، بلاش غلبة. يلا حطيه على الكرسي. انا كنت فاكرك ان انت شايف حد تاني. اما انت عيل مقصوف اللسان صحيح، حطيه على الكرسي. اما انت راجل بلد صحيح. من غير ادب يا استاذه، انا بلد بقى القمر اللي زي حالاتي يتقال له بلد. قمر بالستر يا حبيبي. وبعدين بقى في اليوم ده يا ستي حطيه على الكرسي وخلصينا بقى. ايه يا ست هانم بس بتبصلي كده؟ يا قولي على الكرسي بقى عشان اشوف شغلي بقى. يعني هبص لك على ايه؟ اصلا الرز يا اخي بلننا. طب اقعدي. الا قولي لي يا ست هانم، نهار اسود، هو ابن حضرتك بيسرح شعره على اليمين ولا الشمال؟ بتقول ايه؟ لا بينجع ماما. طيب جاتك نيلة راجل بلط. ايه الحلقات الغبرة اللي بتوع اليمين دول؟ انا بحلاق كويس، يجي جوزي يشوف الحلاق الكويس بلا ليلة. اما انت ست وانا فعلا صحيح، بس حلوة قوي يا بخت جوزها، الواد طالع امور ليها. يا خبر ابيض على الخناق. يو جاتك نيلة، شوف الراجل بيبص ازاي، لا عنده عيب ولا خيشة. اكيد ما بتقوليش انا، بتقول لحد تاني، لكن انا حليوة. عنابي يا عنابي يا بيوت الحليوة يا احبابي شوف الراجل بيبص لي من المرايه ازاي. نهار اسود عليك وعليك رون. انا مش هسيب لك وقت تكمله، ده انت فعلا الراجل بتاع الاسواق. ايه رايحه؟ عايز حش وسط وانا خبر امشي. رايحه فين؟ قرف مقرف. ايه ده؟ هو انا عملت لها حاجه الست المفتريه دي؟ طب شعر الواد ذنبه ايه؟ طيب شعر الواد يا خبر ابيض، الوليه مجنونه باين. بقول لك ايه، انا مش نازله عند الحلاق ده تاني خلاص. ماله في ايه؟ ايه اللي حصل؟ بصراحه بصاته كده وكلامه معايا انا ما ريحنيش، بني ادم بجد مريب. ازاي يعني؟ ده راجل محترم وانا عنده على طول. هو انا هتبلع عليه؟ بقول لك راجل مش محترم. دلوقتي العيال يا حلاق اللي في شارع المدرسه. قلت الراجل ده محترم وانا عارفه. محترم ان شاء الله يا محترم. بقول لك راجل بيبص لي من فوق لتحت ونظراته غريبه ليا. انت ايه عايز اكتر من كده؟ انت كده تقومي معايا وتنزلي اكنك بتسرحي اللواء، وانا هقف من بره اشوف الراجل ده بيعمل ايه، عشان لو حصل حاجه غلط كده مش تخلص على خير. من غير مشاكل يا ابني، بالعقل كده ما تعملش مشاكل مع حد. بقول لك ايه، هو ده المحل. طب خش قدام وانا جاي وراك. السلام عليكم.
وعليكم هو انت؟ ايوه انا، بس بالله عليك عايزاك تظبط للواد شعره، بس بلاش مضايقه عشان انا جوزي زعلي جامد. احنا قلنا كده هنطلعوا من البلد، ما هو انت اللي استعجلت ومشيتي. يا راجل يا عين زايغه، ما هو بسبب بصبصتك دي انا لو اتضايقت منك ورحت قلت لجوزي واستنى عليا، ده هيجي يوريك شغلك تالت ومتلت. ان كان كده ماشي، ده انا اظبطه واخليه اكل حلاوه. يا حبيبي، ده انا هنوع عليك على الاخر عشان خاطر ماما يا جميل. لا حول ولا قوه الا بالله، يا رب صبرني. بقول لك كده هنخش في الجد، سيبك من التقل اللي انت عماله. انا ببقى بالليل زهقان وانفاض، هديك نمرة تليفوني ونتسلى سوا انا وانت ولا حد كلتنا. ده انا اللي هسليه. طب بس اهدى بس كده. انا بس عارف انت حضرتك مين. كنت بحلق لاخويا الصغير وقعد يعاكسني ويعمل حركات غريبه كده. نعم. خش له بقى. ده انا هبقلشه. ايه يا اخويا عملت اكتر ما تقول ان انا كنت بعكسها وبعديها نمرة تليفوني وبقول لها تعالي سليني بالليل. اما انت راجل ارهب صحيح. انا اقول لك على حاجه حلوه، انا هعمل لك قص تديك ترجع شعرك من اول وجديد. انا اللي هديك. انا اشوف الراجل اللي عايب ده اللي كل ما واحده تجيله يفضل يفلها من فوق لحد تحت. هو الراجل ده ملوش شغل ولا ايه؟ هو ما بيشتغلش. بس كده بقى، انا خليك تقول لي الامانه وعمال تبصبص لي في حريم المنطقه كلها، اللي رايحه واللي جايه عمال تبصبص لي فيها. ده ينفع؟ فين الامانه اللي انت قلت لي عليها؟ والله مظلوم يا اسطى، اصل ده طبعي وانت ما كنتش عارف طبعي. ايوه بقى كده، ضربوني وباين في عينيا، ضربوني وباين في عينيا.